السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض الحواوشي على طريقه المحلات بالظبط، عشان يفضل معانا مستوي من جوه ومقرمش، وفي نفس الوقت الخلطه بتاعته من جوه تبقى طريه وحلوه. هنبتدي اول حاجه نقول مع بعض المقادير. انا عندي هنا كيلو لحمه مفرومه وكيلو بصل مفروم ناعم. التركه هنا ان اللحمه كميه اللحمه تكون كميه البصل على حسب احتياجك انت وعدد افراد اسرتك. يعني مثلا هتعملي نص كيلو لحمه مفرومه هتحطي عليهم نص كيلو بصل مفروم ناعم. انا هنا عندي كيلو لحمه مفرومه، تمام، وكيلو بصل مفروم ناعم. هحط عليهم 3 فلفل رومي كبار برضو مفرومين ناعم. التوابل عندي هنا سهلة وبسيطة جدا، هي دخلت في بعضها بس انا هقولها لكم برضو. عندي معلقة كبيرة ملح، معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة صغيرة بابريكا، توم باودر وبصل باودر وجنزبيل مطحون، ورشة قرفة صغيرة، وده هيل مطحون او اللي هو اسمه حبهان مطحون. تمام، كل المكونات دي هخلطها مع بعض في بولة كبيرة وابدأ اعجنها بحيث ان كل المكونات تختلط مع بعض كويس جدا. هنا جبنا بولة فاضية تكون كبيرة تناسب الكمية اللي احنا هنخلطها. هفضي فيها اللحمة، كمية اللحمة، هحط عليها البصل كده، الفلفل الاخضر، واللي بيحب الحاجة سبايسي ممكن يضيف فلفل حراق عادي جدا. وبعدين التوابل بتاعتي اللي احنا قلنا عليها: ملح، فلفل، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، جنزبيل بودرة، رشة قرفة، وحبهان مطحون بالشكل ده. كل المكونات هخلطها مع بعض، ممكن بايدي او بمعلقة. هخلط كل المكونات، هعجنهم كويس وارجع لكم تاني. ودلوقتي رجعت لكم بعد ما خلطت الكميه كلها، عجنتها مع بعض كده، خليتها تجنسب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا الكميه بتاعه اللحمه اتضاعفت عشان انا حطيت نفس كميتها بصل. دلوقتي هنجيب العيش نكون مجهزينه، يكون العيش اللي هو البلدي اللي بالشكل ده، ونفتحه فتحه كده علشان نحط جواها اللحمة ونبططها كده وندهنه زيت ونحطه في الفرن. نبدأ مع بعض نعمل اول واحد. نكون مجهزين طبعا صينية فرن ودهنينها زيت كويس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهحط العيش كده. كمية اللحمة طبعا زي ما تحبوا، كل واحد وذوقه، بس يعني الكمية المناسبة بتبقى قد البرتقانة الصغيرة كده. هوريكم دلوقتي، بصوا بالشكل ده، قد البرتقانة الصغيرة. هحطها كده في نص الرغيف، وبعدين هبدأ اوزعه بايدي كويس جدا بحيث ان هي تبقى مفرودة في الرغيف كله. طبعا وعلى حسب العيش اللي معاكي، في حجم عيش بيبقى صغير شوية وفي حجم عيش بيبقى كبير، وطبعا على حسب كل واحد وذوقه، انت بتحبيه مليان قوي ولا يعني متناسب. فهعمله كده بالشكل ده.
هزود شويه لان الرغيف اللي عندي ده كبير عشان ما يبقاش فاضي، واصلا اللحمه هتكش معايا علشان البصل اللي انا حطيته فيها. كده بالطريقه دي. شايفين بيعمل ازاي؟ هكمل كل كميه العيش اللي معايا وارجع لكم تاني. دلوقتي رجعت لكم بعد ما حشيت كل العيش اللي معايا بالشكل ده. طبعا واحنا بنوزع اللحمه نتاكد ان احنا ضغطنا على الرغيف كويس من كل الجوانب، بحيث ان اللحمه تبقى متوزعه بشكل متساوي، مش حته فيها كتير وحته فيها قليل. تمام. شايفين معايا كمية اللحمة كويسة جدا مع العيش. انا عملت طبعا الكمية اللي تناسبني النهاردة في مقاس صينية يناسبني برضو كل واحد وعدد افراد اسرته والكمية اللي تناسبه. بعدين هجيب طبق كده فيه شوية زيت، اي زيت ذرة او اي زيت نباتي يعني، وبفرشة هبدأ ادهن الوش بتاع العيش والظهر، يعني من ورا ومن قدام بالشكل ده كده. طبعا انا دهنه الصينيه، لو انت عندك صاج او ورق زبده زي ما تحبي بالشكل ده. هدهن كل الوش وبعدين هقلب الظهر وادهنه بالطريقه دي كده. مفيش داعي ان احنا نكتر الزيت قوي علشان اصلا اللحمه فيها نسبه دهون، اللحمه فيها نسبه دهون مش لحمه صافيه. تمام بالشكل ده كده. هبدا اقلب ظهر العيش. من سر نجاح الحواوشي عشان يبقى زي بتاع المحلات بالظبط ان اللحمه تبقى فيها نسبه دهون مش كتير قوي، بس زي ما بنعمل الكفته، يعني مثلا 25% منها يكون ابيض او دهون كده. هدهن الظهر زيت زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا هكون مشغله الفرن على درجه حراره 180، الفرن يكون سخن قبلها. طبعا انا دلوقتي شغاله الفرن. هحطه كده، يعني هو هياخد 10 دقايق ربع ساعه، بس من وقت للتاني هبدا اقلبه. انا هشغل الفرن بس مش الشوايه، ومن وقت للتاني هبدا اقلبه علشان اشوفه يعني يستوي كويس من كل الجوانب، عشان اللحمه طبعا تستوي، ما تبقاش اللحمه من جوه نيه وياخد لون على الفاضي. فانا من وقت للتاني هبدا اقلب الحواوشي عشان اتاكد ان كله استوى السواء المظبوط اللي انا عايزاه. وده شكل الحواوشي بعد ما خرج معانا من الفرن. شايفين من جوه اللحمه طبعا كميتها قلت شويه عشان البصل مقرمش من بره، وفي نفس الوقت من جوه طري ومستوي. هنعمل حركه بقى شويه بتاعت مطاعم عشان تدينا نفس ريحه الشوي اللي بره. هجيب لكم كده الورق الفويل وهحط فحمه متولعه بالشكل ده، وهنزل عليها بمعلقه سمنه سايحه مش زيت، سمنه تفرق كتير. جربوها وشوفوا الريحه والطعم بنفسكم كده. وهرش بسرعه اكل عليها كده. عشان الريحه تفضل جواها. يعني تقريبا انا حاسه ان الريحه وصلت لكم من هنا. هسيبها 10 دقايق وارجع لكم تاني ونقدمه مع بعض. ودلوقتي شكل الحواوشي بعد ما ارتاح 10 دقايق في الريحه بتاعه الفحم. طبعا قسمته من جوه علشان ندوقه مع بعض. شايفين قد ايه اللحمه من جوه مستويه والعيش من بره مقرمش. طبعا حاجه احنا عاملينها بايدينا في البيت، طعمها كتير زي الجاهز في نفس الوقت بجوده البيت ونضيفه طبعا. جربوها وان شاء الله تعجبكم. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في القناه وشيروا الفيديو مع اصحابكم، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.
الحواوشي من أجمل الأكلات اللي ممكن تاكلوها، وهو أصل